الدوري الاقوى فعلا في الشرق الاوسط بلا منازع. تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. يلا بينا على الاثاره والمتعه، يلا بينا. جنون 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 جنون، الدوري السعودي كله جنون في جنون. الجوله السابعه لا تطاق، الجوله السابعه نار يا حبيبي نار. الجوله السابعه فيها من الاحداث اللي تطلع شرار وتطلع من راسك البخار. الجوله السابعه لسه منتهيه دلوقتي بفوز عزيز وغالي وصعب واثاره فوق ما بعدها اثاره للنصر السعودي على الفيحاء، اللي قدم مباراه كبيره ملهاش اي ايحاء غير القوه، المتعه، الاثاره، الجوده، الخيال يا حبيبي. في الخيال مباراه ولا في الاحلام ولا في الخيال. الفيحاء بتصارع وتناطح النصر السعودي وهي في المركز العاشر، والنصر السنه دي بالعلامه الكامله الثلاثه في السبعه ب21 نقطه. النصر بالعلامه الكامله 21 نقطه في دوري روشن. النصر يفوز على الفيحاء 2-1، لكن هنخلي لك التحابيش في النهايه. تعال من بدايه الجوله السابعه في هذا الاسبوع. ضمك بيتعادل مع الفتح 1-1. الرياض بيتعادل او الاهلي بيتعادل مع الرياض 1-1. الخلود ونيوم بتحقق مفاجاه وبتفوز على الخلود 3-2. الهلال والشباب دربي هذا الاسبوع. الهلال الزعيم بيفوز على الشباب وهو ناقص 1، وبيفوز وبيحصد ال3 نقاط. الهلال 3 نقاط غاليين في صراع القمه للدوري روشن. وبعدين الحزم بيفوز على الاتفاق، وبعدين الحزم فيها ان عمر السومة بيعود للاهداف ويكون في صراع الهدافين في 155 هدف في الدوري روشن او الدوري السعودي. عمر السومة بيعود للدوري السعودي ب 155 حتى الان، 155 هدف. نيجي بقى للجنان والجنون والمتعة والإثارة اللي ما بقى بعدها إثارة في مباراة الخليج والاتحاد. الخليج نزل المباراة مش شايف قدامه غير شباك الاتحاد. في الدقيقة 14 الخليج بيتقدم الهدف الأول، في الدقيقة 18 بيضيف الهدف الثاني، في الدقيقة 37 يا حبيبي الكل في يعني الاتحاد تقريبا في زمام الميتين. الدقيقة 37 الخليج بيضيف الثالث، الدقيقة 47 يا حبيبي الجنان كله، الرابع للخليج والكل بيقول حفلة ما بعدها حفلة، إلى أن عاد بالدقيقة 53 بدأت بشاير الاتحاد للعودة من جديد بهدف أول. أصبحت النتيجة في الدقيقة 53 4 الخليج 1 للاتحاد، واستمر اللقاء حتى الدقيقة 86 وتحصل البركان وينفجر البركان. ايه اللي حصل في الدقيقة 86؟ انفجر البركان الاتحادي. التي في الدقيقة 86 بيحرز الهدف الثاني، ثم يسكن ويهدأ المباراة ويكافح الخليج وبيلعب على الهجمات المرتدة وبيضيع انفرادات. ولكن في الدقيقة 96 الاتحاد بيعود بهدف ثالث في الوقت +90، 6+90، إلى أن أتت الدقيقة التي لم يتخيلها أحد نهائيا في جمهور الخليج أو في جمهور الاتحاد، إلا أن الاتحاد كان عنده رأي تاني. في 8+90 الاتحاد يعود، الاتحاد يزين، الاتحاد ينفجر والملعب كله ينفجر من الفرحة والبهجة بتعادل الاتحاد أمام الخليج 4-4. محدش كان يتوقع اللي بيحصل بعد ما الاتحاد كان مغلوب ومتأخر ب4 أهداف إلى الدقيقة 86 لحد الدقيقة 98 3 أهداف الاتحاد يحصد بهم نقطة غالية جدا 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 جدا. هتقول لي ده نقطة، أقول لك نقطة أحسن مكان بيبقى فيها هزيمة بفضيحة، هزيمة بفضيحة، ولكن الاتحاد يعود. وديت هم دول الكبار اللي فعلا ما بيأثرش معاهم نتيجة وممكن في أي لحظة يرجعوا يعودوا. فالاتحاد يحصد نقطة غالية جدا جدا بمباراة قمة الإثارة، قمة المتعة، قمة الشوق، قمة دوري روشن، قمة دوري روشن، قمة دوري السعودي.
اقوى دوري في الشرق الاوسط، اقوى دوري في الشرق الاوسط بلا منازع، بلا منازع. انا اهلاوي ولكن اعشق هذا الدوري بنجومه بما فيه من اثاره ومتعه. الاثاره الاولى كانت في مباراه الهلال والشباب، الهلال ناقص 1 ويفوز على الشباب 1-0. والاثاره الثانيه والاقوى والامتع في مباراه الخليج والاتحاد 4-4. 4 يا حبيبي، والله كانت نار مولعه، كانت مباراه مولعه، الى ان اتى التعاون ويفوز على القادسيه 2-0. الى تاتي في مسك الختام النصر والفيحاء. الكل بيقرب من النصر، التعاون النهارده بفوزه بيقرب من النصر، مستني النصر يقع، مستني النصر يتكعبل. تعادل النصر يبقى فارق نقطه، هزيمه النصر يبقى تساوي الرؤوس، فوز النصر بيبعد من جديد. الى ان اتت في الدقيقه 14 الفيحاء بيحرز هدف، وبعدها النصر يعود للمباراه. اتى النصر من بعد هدف الفيحاء اتى الملعب، وبعد كده تشوف حاجات كتير محدش كان يتخيلها. النصر هجمات من اليمين للشمال، كريستيانو، ماني، جنوا، كل اللعيبه، مارسيلو. النصر بيبدع ولكن لا ياتي بثماره. حارس مرمى الفيحاء بيتالق، دفاع الفيحاء متعمق، هجوم الفيحاء بيشتغل على هجمات المرتده زي ما الكتاب بيقول، ولكن الاثاره تعود في الدقيقه 43 من الشوط الاول بهدف عالمي. شوفوه في الاسطوري، هدف عالمي. شوفوه في الشورتز، هدف كريستيانو العالمي، هدف كريستيانو من باص 2-3، كريستيانو يراوغ الحارس ويحط في سقف الشبكه. الله عليك يا كريستيانو. الهدف 951 في حصيله كريستيانو. الى ان اتى الشوط الثاني يعني المباراه تتبدل تماما. النصر يكاسح الملعب، والفيحاء بتلعب على الهجمات المرتده، وضع بدل هدف 2 و3 و4. حارس مرمى النصر يتالق ودفاع النصر يتالق، يعني مباراه مثيره. الحكم يحسب 6 دقائق، 6 دقائق تاني الحكم بيحسب 6 دقائق، والنصر مهاجم بكل خطوطه. النصر بيلعب تقريبا يعني في ال 18 بتاع الفيحاء، والفيحاء في اخر 4 دقائق خلاص بدأ يتراجع، بيحافظ على النقطة، إلى أن خطأ من دفاع الفيحاء يتغاضى عنه الحكم، تروح هجمة مرتدة للفيحاء، حارس النصر يتألق، تعود الكرة تاني لضربة هجمة للنصر بعرضية، ثم يطلع مدافع الفيحاء، يعني عمل خطأ مزدوج، ضرب أو حجز لمهاجم النصر ولمسة يد بنفس اللفظ كده، خنق لمهاجم النصر ولمسه يد. الحكم والكل بيطالب بالفار، كله عايز يقول الفار، النصر بيقول له الفار والفيحاء بيقول له كمل، الى ان اتى بالحكم الفار وقال له تعالى في خطأ، بعد ما كان اداله القرار ان بلاي مفيش اي مشكله. ودي نتعلمها الحكام الفار في الدوري المصري. الحكم قال له في الكره الاولانيه جو مفيش مشكله بلاي، لكن قال له تعالى ستوب، تعالى في الكرة الثانية فيها شك، الشد والجذب ما فيهاش مشاكل، لكن في لمسة يد، تخيلوا لمسة اليد او ضربة الجزاء اتحسبت بلمسة يد بسيطة، لما محدش لاحظها ومحدش كان بيبص لها اصلا، كله كان بيبص على الشد والخنق بتاع لاعب الفيحاء ليه مهاجم النصر، الى ان حسب الحكم ركلة جزاء في 103 ويعود الدون كريستيانو ويخش بكل قوته وعزمه ويحط الكوره في سقف الشبكه لمرمى يفوز النصر حق صد 21 كده ما بالعلامه الكامله على قمه الدوري السعودي. تعال نشوف بعد انتهاء الجولة اللي لسه خلصانة دلوقتي مين أول الدوري. النصر ب21 نقطة، ثم التعاون 18، ثم الهلال اللي جاي من بعيد وبيقرب واحدة واحدة على القمة مع المنافسة مع النصر
ب 17 نقطة. القادسية اللي عامل مفاجأة النهارده السنة دي 14 نقطة. الأهلي بطل دوري أبطال آسيا السنة دي في ضربات كتير في الدوري ب 13 نقطة. ثم نيوم الصاعد حديثا من دوري يولو السعودي ب 13 نقطة. الخليج اللي عمل مباراة كبيرة جدا مع الاتحاد النهاردة ب 11 نقطة. الاتحاد 11 نقطة في المركز الثامن، والخليج في المركز السابع. الخلود 9 نقاط، الفيحاء 9 نقاط، الاتفاق 9 نقاط، الرياض 7 نقاط، الشباب 6 نقاط. والله الواحد حزين على الشباب، والله الواحد حزين على الشباب. والحزم 6 نقاط، الفتح 5 نقاط، الأخدود 4 نقاط، ضمك 3 نقاط، والنجمة لا شيء 0 من النقاط. النصر على قمة الدوري، روشن باللوجو، الإثارة، المتعة، الخيال هو شعار الجولة السابعة. رسالة بقى لحبايبنا في الدوري المصري. النهاردة الحكم حسب 6 دقايق وقت بدل ضايع، لعب لحد الدقيقة 104 أو 105، لعب 3 دقايق زيادة عن الوقت الضايع أصلا. لو في الدوري المصري أو مع النادي الأهلي بالذات، عشان بنتكلم مع كأهلي، يقول لك الحكم قال انا مش هقدر اصفر غير لما الاهلي يجيب جون. مش هنسمع الكلام ده في الدوري السعودي، لان محدش يقدر ولا يجرؤ ان يتكلم. لكن النصر كان احق بالفوز، النصر كان احق بالفوز واستحق انه يفرح الجمهور ده كله، ويدون يعمل السي 7 R7 مرتين في المباراة. النصر على قمة الدوري السعودي. ألف مبروك للنصراوية العالمي ناويها السنة دي بعد الخروج الحزين أمام اتحاد جدة في كأس خادم الحرمين. النصر يعود ويفوز على الفيحاء ويكمل مسيرته لاتجاه بطل الدوري. لسه الموسم طويل، ولكن النصر العالمي قدها وقدود. تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أكون شاكر ليكم. تحياتي على المتعة والإثارة. شكرا ليكم.